يوميا بيحصل آلاف القنوات على اليوتيوب. 90% من القنوات دي بتفشل و10% بس من القنوات دي بتنجح. في الفيديو ده هديك طريقة تعمل بيها قناة ناجحة، وبإذن الله تبقى من ال10% دول. وياريت تتابع معايا الفيديو للنهاية عشان تقدر تستفاد أكتر استفادة من الشرح. ويلا بينا نبدأ الفيديو. عشان تعمل قناة ناجحة أول حاجة بطلبها منك تدخل على يوتيوب زي ما انتم شايفين، وبرضو الطريقة التانية من جوجل. ادي ندخل على الملف الشخصي بتاعنا ونجي عند تبديل الحساب، ونجي عند علامة الزائد اللي ظاهرة قدامنا دي. تمام كده بيدخلنا ونديله البصمة بتاعتنا. كده بيدخلنا عن طريقة تعمل ايميل او انشاء جيميل للقناة بتاعتك. تمام خلينا ماشيين واحدة واحدة. بعد كده بيقول لك هنا ايه، هل نسيب بريد الكتروني، ومن تحت هتلاحظوا انشاء حساب. لو دوسنا عليها كده وكتبنا هيظهر حاجتين، اول حاجة للاستخدام الشخصي، وتاني حاجة للعمل او الانشطة التجارية. طبعا احنا هنختار التانية، هتقولوا لي ليه؟ هقول لكم دلوقتي. الاولى دي للناس مثلا اللي عايزة تستخدم ده كالبرنامج ده او المنصة دي او اليوتيوب ده، مثلا هتتفرج على الناس عليه او هتعمل كذا. لكن عايز تعمل قناة ناجحة لازم تختارها للعمل والانشطة التجارية. تمام عشان تكونوا عارفين دي برضو من اهم القنوات لازم تعملها، او من اهم المواقع اللي لازم تعملها. بعد كده بيظهر معانا الاسامي. الاسم الاول بعد كده اسم العائلة اختياري، يعني عادي عايز تعمله عادي، مش عايز تعمله برضو عادي. طبعا الاسم الاول مثلا اسميه امير، تمام بالانجليزي. تمام واللي تحت مثلا محمد، امير محمد على اسم. تمام انت سواء كان اسمك امير، محمود، محمد، احمد، ما اعرفش ايه اسم البنت، عادي برضو تكتبوه زي ما انتوا عارفين. تمام اسم العائلة عادي لو مش عايزين تكتبوه، وعادي لو عايزين تكتبوا الاسم ده بس. تمام بعد كده بندوس التالي زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده بيجي معانا معلومات اساسية، بيجي معانا اليوم والشهر والعام والجنس. بعد كده بندوس على اليوم، مثلا انتوا اتولدتوا امتى. مثلا انا يوم 15 مثلا اي مايو مثلا عام 2004 مثلا. الجنس ذكر. طبعا انا يا جماعة بكتب اي كلام عشان برضو طريقة الفيديو وما اطولش الفيديو عليكم. تمام انت لازم تكتبه على حسب الميلاد بتاعك. سنك اقل من 18 سنة حاول تكبره سنة. تمام بعد كده بعد ما نخلص كده بندوس التالي. تمام زي ما انتم شايفين بيجي لك استخدم جيميل. تمام لازم تستخدم جيميل على حسب ما انت عايز تستخدمه. انا مثلا نكتب ايه. تمام هكتب الجيميل يا جماعه وارجع لكم تاني. يا جماعه كده كتبت الايميل. بعد كده دوست التالي، ظهر لي انشاء كلمه مرور قويه. لازم اعمل كلمه مرور تكون قويه. هكتبها يا جماعه وارجع لكم تاني. زي ما انتم شايفين يا جماعه كتبت كلمه مرور تكون قويه. بعد كده دوست التالي. بعد كده بيقول لي قد يستغرق هذا الاجراءات بعض لحظات. تمام كده الايميل زي ما انتم شايفين اتكتب معايا، ومعاه كلمة كمان البريد الالكتروني ظاهر من تحت زي ما انتم شايفين، بس اكيد هخفيه يعني. تمام بعد كده بدوس التالي. بعد كده بنزل تحت زي ما انتم شايفين، بنزل تحت بعد كده بدوس اوافق. تمام زي ما انتم شايفين كده. تمام دينا ماشيين واحدة واحدة مع بعضينا، مش عايزين نجري الفيديو. بيحمل معانا. بيقول لك هنا بيسألك سؤالين: الحصول على مساحة تخزينية 15 جيجا بايت بدون أي تكلفة باستخدام رقم الهاتف، ولا الاحتفاظ بالمساحة التخزين الحالية. أنا هديله الاحتفاظ من غير ما اديله رقم الهاتف بتاعي ولا الكلام ده. تمام بعد كده بتدوس كده. بعد كده بتنزل تحت تدوس كلمة تم. تمام بعد كده خدمات جوجل بيحمل معاك. تمام زي ما انتم شايفين كده يا جماعه بيحمل معانا كده الايميل. طول ما ادخلك على الواجهه دي يبقى الايميل بيجي 100 معاك واشتغل معاك. طب لو واجهتك مشكله مثلا زي الرقم مثلا، او واجهتك مشكله ما ينفعش غير تضيف رقم والكلام ده، هتضيف رقم الوالد او الوالده او اي حد رقم في العيله بتاعتك بتضيفه على المنصه دي او المكان ده. بعد كده بتاخد الاجراءات اللي بعديها على طول من غير اي كلام. كده يا جماعة بعد ما يخلص التحميل بيظهر القناة تحت خالص. تمام بتطلع لو كان معاك كذا قناة بتطلع لفوق وبتظهر معاك آخر قناة زي ما انت شايفين كده. بدوس عليها. تمام طب ايه بعمل يا امير لما ادوس عليها؟ لازم تنتبهوا للتركاية دي. تمام باجي على القناة. تمام وباجي على انشاء قناة. زي ما انت شايفين هتدخلك على الواجهة دي، مش هتقدر تدخل تشوف حاجة غير لما تدوس على كلمة انشاء قناة. زي ما انتم شايفين كده
كده انشأت القناة، كده تقدر من خلالها تنزل فيديوهات وتنزل كما ما انت عايز. تمام. تاني حاجة هنا عندنا الإحصائيات. بعد ما بتنزل الفيديوهات بتشوف إحصائيات الفيديوهات بتاعتك. أول حاجة يا جماعة عشان تكونوا عارفينها، لما بتيجوا تنزلوا فيديو بتيجوا على علامة الزائد اللي هنا دي. تمام. وبتيجوا هنا مثلا على الفيديو اللي انتوا عايزين تنزلوا، سواء شورتس أو فيديو عادي. تمام. ولو جيت على البث المباشر بيحتاج لازم على الأقل 50 مشترك أو أكتر. زي ما انتم شايفين 50 مشترك عشان تقدر تفعل ميزة البث المباشر. لكن الفيديوهات زي ما انتم شايفين مثلا اخترنا الفيديو ده، بتدوس التالي كده، ده فيديو كبير. تمام. بتدوس على العنوان، سواء العنوان بتاع الفيديو برضو زي ما انتم عارفين هسيب لكم طريقة تعرفوا تجيبوا بيها عنوان بطريقة سهلة من غير أي تعقيد. تاني حاجة هنا بقى معانا علني أو خاص، تقدر تعمله علني أو خاص أو غير مدرج. تمام. برضو عاملين عليهم بالتفاصيل شرح الحاجات دي، خشوا ادوا نظرة للقناة. بعد كده إضافة وصف، الوصف برضو عاملين عليه فيديو مخصوص هيظهر قدامكم على الشاشة. بعد كده إضافة إلى قوائم التشغيل، دي لو عايز أنت تعمل قوائم تشغيل برضو سايب لك فيديو تقدر تخش عليه وتشوف القوائم التشغيل أو طريقة عمل قوائم تشغيل بطريقة احترافية. وهنا المنتدى. تمام. دي التعليقات زي ما انتم شايفين. تمام. وهنا دي حاجة مش عادية. بعد ما تخلص العنوان والوصف والحاجات دي بتدوس على كلمة تحميل. بعد ما تخلص كده الفيديو هتلاقيه تلقائيا بيحمل معاك. طب الطريقة التانية للشورتس، طبعا زي ما انتم شايفين مثلا ادي ده فيديو شورتس مثلا، بدوس عليه كده لوحده تلقائيا طول ما انت عامله عمودي او بالطول زي كده بيبقى لوحده تلقائيا شورتس. زي ما انتم شايفين كل حاجة زي الشورتس ما عدا فيديو سي صلى. دي يا جماعة الفيديو سي صلى دي مثلا انت منزل فيديو كبير على القناة وعايز مثلا تربط الفيديو ده بالفيديو التاني او بالفيديو الكبير، بتحط رابط الفيديو ده هنا وتلقائيا بيحصل معاك كل حاجة. وهنا العنوان زي ما انتم شايفين. بعد كده بنطلع زي ما انتم شايفين هنا. تمام. وتاني حاجة لازم تعملوها تيجوا على كلمة تعديل القناة، بيظهر معانا حاجات كتير. وصف للقناة، طبعا سايب لكم فيديو تقدر تعمل منه وصف للقناة احترافي. تمام. بعد كده اسم المعرفة واسم القناة، طبعا لو عايز تغير بتاجي هنا وبتغير الاسم. تمام. تاني حاجة الاسم المعرفة لو عايز تغير وبتغير اسم المعرفة. طب ايه هو اصلا يا امير اسم المعرفة ده؟ اهو اسم المعرفة يا جدعان، الحتة دي هو ده اسم المعرفة. تمام. وده الاسم الاساسي. وهنا طبعا لو عايز تضيف مثلا اختيار صورة خلفية مثلا لقناتك او لوجو عايز تعمله لقناتك، وهنا برضو لوجو لقناتك. برضو عامل لكم بالتفاصيل كل حاجة هيظهر قدامكم الفيديو ده، بيعرفك ازاي تحط اللوجو وتعمل كمان غلاف احترافي لقناتك من غير اي تعقيد، سواء كانت قناة جيمنج او اي قناة في العالم تقدر تعمل لها لوجو احترافي بالذكاء الاصطناعي من غير اي تعقيد. وكده باذن الله نكون اديناكم كل النصائح او كل المعلومات على انشاء القناة، وباذن الله القناة دي تنجح معاكم. بس اهم حاجة الاستمرارية يا جماعة، لازم تستمروا في الانشاء او في تنزيل الفيديوهات عشان باذن الله ربنا يكرمكم والقناة تترفع تدريجيا باذن الله. وكده زي ما قلت لكم وصلنا لنهاية الفيديو. يا رب الفيديو يعجبكم وباذن الله يعجبكم، ويا رب ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. مع السلامة حبايبنا، سلام.